ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. وفيديو النهارده يا جماعه، انا اكتشفت ان معظم الناس اللي عندي يعني بتحب الروتين. يعني كذا مره اعمل لكم اسك على الانستجرام او اعمل لكم يعني اختيارات ما بين كذا نوع فيديو، بما اني قناتي بعمل عليها كذا نوع يعني مش حاجه معينه. فاكتشفت ان لا، انتوا معظم اللي بيعمل فوت للروتين. علشان كده قلت اعمل لكم النهارده فيديو روتين. صورت معاكم فيديو يوم هادي كده ورايق كده، مفهوش تفاصيل كتيرة. بس في نفس الوقت برضو يعني فايدة الفيديوهات بتاعة الروتين ان هي بتحمس. لو انتي كسلانة وراكي حاجة عايزة تعمليها كده، لما بتشوفي فيديو روتين بتقومي بتتشجعي وكده. وبرضو من باب التسلية يعني ممكن تشغلي الفيديو وانتي بتعملي حاجة. طبعا بدأت يومي بشاي بلبن. عايزه اقول لكم الفتله، لو انتوا واخدين بالكم، كانت وقعت مني لان الفتله بتاعتها مقطوعه. وقعت مني في الكوبايه وبعد كده رحت مطلعاها. طبعا انتوا عارفين ان انا بعشق حاجه اسمها شاي بلبن، ما ينفعش يوم يعدي من غير شاي بلبن. فبدأت اليوم بكوبايه كده، اللي هو اظبط بيها دماغي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو ما بقدرش يعني لو يوم كده عدى من غير شاي بلبن بحس ان في حاجه غلط. آم، كانت لسه ميونة ما صحيتش وده كان الظهر على فكرة. يعني احنا الوقت ده كان الظهر مش الصبح. ممكن اشرب شاي بلبن كده ولا اعمل اي حاجة وبعد كده بتصحى على طول، يعني مش بتطول. المهم هنا رحت مليت مش عارفة اقول عليه ايه، بس هو بيحفظ يعني الحافظ مثلا للحرارة. اول حاجة بعملها اول ما بقوم، دي اول حاجة بعملها لها، بملاه لها بمية سخنة. بس بسيبه مفتوح، بتكه كده من فوق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، علشان البخار يطلع فما يفضلش سخن السخونية اللي هي الجامدة، لا يهدى شوية. بحب اجهزه كده في الاول علشان ابقى ضامنه ان انا في ميه سخنه، بحيث ان هي لو صحيت ما اقعدش بقى اتربك بقى مع الميه وكده. تاني حاجه برضو بعملها، او دي من الحاجات المهمه قوي، بس انا في الحقيقه بعملها من بالليل قبل ما انام، بس ما كنتش عملت كده فعملتها الصبح، ان انا بعقم الحاجات بتاعتها كلها بميه سخنه. التتينه بتاعتها والببرونه وكل حاجه، يعني بفضل حطاهم كده في ميه سخنه مثلا تلت ساعه نص ساعه، وبعد كده بكون مطلعاهم وبفضل كده اقلب فيهم بحيث ان الميه يعني تكون دخلت فيهم كلهم او جواهم كلهم يعني. وانا كنت نسيت ان انا احط الغطا بتاع الببرونه، وهحطها دلوقتي معاكم، لان انا وغطا التتينه كنت نسيت احطه في الفيديو بس حطيته بعد بقى قفلت تصوير. الحركة دي بحب اعملها قوي بعد بالليل اخر اليوم. في ناس بتحب تعقم بعد كل رضعة، بس انا في الحقيقة يعني ببقى شايفة ان هي كده كده بتستخدم على طول الببرونة، فبشطفها كده او بغسلها بعد كل رضعة وبروح مظبطها لها بعد كده في اخر اليوم يعني. بس انا عملتها الصبح زي ما قلتلكوا او لما صحيت يعني الظهر وكده. هنا انا رتبت الدولاب بتاعي اخيرا. والله يا جماعه لو كنت شفتوا منظره، انا ما كنتش عايزه اصور عشان كنت عايزه انجز، لان كانت ميان صحيت وكنت اللي هو مش عارفه اعمل منها حاجه. فبرضو كنت بوريكم هنا البناطيل اللي رتبتها، كان الدولاب منظره فظيع. الجزء اللي تحت بتاع الشنط ده كنت لسه ملحقتش اخلصه، والهانم طبعا ما خلتنيش اكمل وقتها وقعدت معاها شويه. بس كنت مبسوطة قوي قوي بالانجاز اللي انا عملته، لان انا كنت مأجلة الضرفة دي بقالي فترة طويلة، كل يوم اقول هعملها بكرة هعملها بعده. فلما خلصتها حبيت ان انا اصور معاكم الانجاز اللي انا عملته. وهنا كنت بوريكم سليبر ده، انا كنت جايباه من فتره، يعني فتره قريبه مش من بدري. التوكه بتاعته يا جماعه رهيبه، عجباني قوي. حتى انا كنت عماله اعمل لكم زوم كل شويه، شايفين التوكه اللي على سليبر. والكعب بتاعه مش عالي، اللي هو بسيط كده، فانا جايبه لي النزول اللي هو لو هنزل اجيب حاجه كده، لان انا ما كانش عندي الفتره اللي فاتت، كان اللي عندي بوظه. فجبته، كان في منه لون ابيض كان رهيب، يعني انا اصلا بعشق اللون الابيض، بس قلت هيتبهدل فجبت الازرق. انا برضو بحب الازرق، يعني الابيض او الازرق الاتنين شغالين عادي. بعد كده قلت ألم الحلويات بتاعة المولد دي. العلبة دي يعني لسه موجودة، يعني زي ما انتوا شايفين في حاجات كده ما اتاكلتش وكده. طبعا احنا بنقعد نخلص الحاجات اللي احنا بنحبها ونسيب الحاجات التانية. فقلت ان انا ألمها في علبة كده واحطها في التلاجة، علشان العلبة الكبيرة نفسها دي عاملة زحمة في المكان، مش عارفة احطها فين يعني. ودي انا طمعت فيها فقلت رحت ركناها كده على جنب علشان اكلها بعد ما اخلص. فروحت لميتهم كده في علبة مع بعض. وعشان العلبة الكبيرة دي زي ما بقولكوا عاملة زحمة محطوطة كده على الكرسي، مش عارفة احطها فين، يعني اللي هو اوديها فين وكده.
كده كده انا النمل خلاص يعني ما بقاش موجود دلوقتي، بقى موجود بسيط قوي لان الجو الحمد لله يا جماعه بدأ يبرد كده سيكا، يعني مش قوي بس الحمد لله بقى احسن من الاول طراوه كده، فتحسوا ان النمل اختفى شويه. بس انا قلت احطها في التلاجة برضو عشان ايه ما تبصش يعني وتفضلش بره وكده بره التلاجة. فرصيتهم كلهم زي ما انتوا شايفين، والكبار دول حطيتهم في التلاجة زي ما هما كده، ما كانش في مكان في العلبة، كانت خلاص اتملت، فحطيتهم كده في التلاجة يعني. وبحس ان الكبار دول بيعملوها لنا في حلاوة المولد عقاب، يعني محدش اعتقد بياكلهم. قولولي انتوا بتحبوا حاجة معينة في حلاوة المولد وكده ولا ايه؟ المهم لو انتوا خدتوا بالكم ان انا هنا خلاص يعني غيرت هدومي، لان انا كنت طالعه البلكونه علشان انضفها، كنت مأجلاها بقالي كام يوم. بصوا منظرها كان عامل ازاي، بصوا التراب الارض مطبعه حرفيا، فكان التراب كتير قوي، فكان لازم بقى اللي هو لا خلاص ما ينفعش اسيبها كده مبهدله ولازم انضفها. وخصوصا ان احنا بقالنا فتره بنحب نقعد فيها، فنقعد فيها بقى وهي نظيفه وكده. وانا دايما بحب ان انا لما اجي اعمل حاجه في الشقه بحب ان انا ابدا بالبلكونه قدام الباب، بعمل الاتنين دول الاول، وبحس ان انا يعني انجزت، مع ان هما يعتبر بره الشقه، بس بحس ان طالما دول نضاف جوه الشقه هيبقى نضيف، يعني مش عارفه انتوا فاهمين قصدي ولا لا. بس دايما لما باجي ارتب الشقه بروح مرتبه الاول البلكونه وقدام الباب، وبعد كده بنضف باقي الشقه. فكنست هنا السجاده اللي انا حطاها في البلكونه. وعايزه اقول لكم ان انا كان نفسي اعملها بالمكنسه، لان هي كان فيها تراب كتير قوي، لان انا قعدت فيها كتير قوي بنضفها. بس بنتي من ساعه ما روحنا شقتي بقى وبعد ما ولدت وكده، حرفيا ما بشغلش المكنسه خالص، لان هي بتتخض من اي صوت عالي، بتتخض وتقعد تعيط وكده. لو ما بقيتش اشغل مكنسه كله بقى بقيت انا اللي اكنسه يعني بالمقشه وكده. هنا عملت ميه حطيت فيها فريدة، ده حلو قوي. ريحته تحفة بجد يا جماعة، اللي ما بيستخدمش النوع ده يستخدمه بالريحة دي. وحطيت حبة كلوركس كده اللي هو للتعقيم يعني وكده، وحبة اريال برضو اللي هو عملوا شوية رغاوي كده عشان ينضفوا. وبدأت انضف. هنا وريتها لكم بعد ما كنت خلاص مسحتها ونضفتها. بصوا نفسي ببقى اشممكم معايا، الريحة بتبقى تحفة والله يا جماعة لما باجي امسح او اعمل حاجة فيها صابون وكده. وكنت بصراحة مبسوطة لان كان بقالي زي ما بقولكوا فترة مأجلاها، فالنظافة حلوة بجد يعني. هنا عملت قدام البيت بنفس الحاجات اللي انا استخدمتها برضو، يعني نفس الحاجات اللي حطيتها في المية. وعملت برضو قدام الباب علشان زي ما بقولكوا بحب ابدأ بالبلكونة وقدام الباب، وبعد كده اخش على الشقة. بس انا اليوم ده يعني هو عملت البلكونه وقدام الباب وبس، ما عملتش حاجه تاني. سبت بقى الشقه اليوم تاني لان هي ما كانتش متبهدله قوي، يعني كنت هعمل حاجات بسيطه، فقلت لا خليني اريح شويه. وهنا كنت بوريكم البلكونه بعد ما خلاص حطيت السجاده فيها تاني و... وحطيت بقى ورصيت كل حاجه مكانها، وكانت نظيفه جدا وحلوه. وكان الجو بقى حلو، هوا بقى وكده. بصوا حتى الستاره كانت عماله تطير، يمكن كان الجو جميل قوي وكنت عايزة افضل قاعدة فيها. وعملت لي كوباية نعناع اروق كده على نفسي. وده كان خلاص اخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير.